اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الفانتزي، والمره دي هنتكلم عن نصايح الجوله الثالثه من فانتزي الدوري الانجليزي اللي هنكون مشتاقين فيها لجولات جديده وتبديلات كتيره جدا جدا جدا. وهنبدا ان احنا نصفي لعيبه ونشتري لعيبه وخلاص، مش هنصبر على حد من الجولة دي كمان. فيلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الحلقة، عشان في تفاصيل كتيرة قوي 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 ولعيبة كتيرة جدا خزويتنا هنتكلم عنهم وهنصف فيهم واحد ورا التاني. تنساش اعمل لايك للفيديو وفعل الجرس واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. خازوق لويس هال اللي لعب 21 دقيقة بس وخرج بنقطة واحدة، واللي بيعلي عليه كمان انكونكو من تشيلسي اللي لعب 7 دقايق وخرج بصفر نقطة أو بنقطة واحدة كمان نقطتني وسط كل حفلة تشيلسي و6-2 ولا 5-2 وليلة رهيبة جدا 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 في تشيلسي. الناحية التانية نيوكاسل بتتعادل تعادل غريب جدا مع بورنموث غير متوقع. بورنموث اللي حتى في الاكس جي كسب نيوكاسل وكان بنسبة 2.23%، ونيوكاسل كان 61%. كان بورنموث بيلعب أداء هجومي بشكل مثالي جدا عن نيوكاسل اللي هنبدأ نطير لعيبة من لعيبته وخلاص هنبدأ نشيل الصبر بتاعنا. واحد زي سيمينيو اللي جاب جول ولعب ماتش ولا أروع ومن أول جولة في الموسم وهو بيأدي بشكل مثالي، مش بعيد ان احنا نشوفه في تشكيلاتنا. خلينا نخش على اول فقره سريعا من غير كلام كتير، وهي تكرف مين. اول واحد تكرف له هو نكونكو من تشيلسي. بلانك اول جولتين ونزل الجوله الثانيه لعب 7 دقايق بس وما عملش اي حاجه. قلنا ان احنا هنصبر عليه علشان لعب في المؤتمر وجاب جول، اي نعم هو من بيلن لكن ما لعبش بشكل مثالي. لكن الجوله دي كمان هو ما شاركش اصلا. هل ممكن ان هو يكون عشان شارك في جوله يوم الخميس هو ريحه الماتش ده؟ مش عارفين. لكن هل حتى لو شارك في الجولات اللي جايه هيلعب بشكل اساسي وكويس ولا لا؟ ده اللي احنا مش عارفينه. الماتش الجاي بالنسبه لنكونكو هو صعب جدا شويه لانه على ارضه تمام مفيش مشكله، لكنه في هجوم وفرقه كريستال بالاس اللي راجعه من هزيمه ويست هام وعايزه تعوض الخساره، فعلى الاقل هتبقى عايزه تتعادل. دفاع كريستال بالاس مش الاسهل نوعا ما، وهجوم كريستال بالاس مش الاسهل، بالعكس هجومه اجمد من دفاعه. فهتكون فرقه تقيله. وعلى الناحيه الثانيه تشيلسي بايظه دفاعيا وهجوميا، فاعتقد حتى الماتش اللي هم لعبوه النهارده وخلص 6-2 على ويلفرهامبتون اعتقد ان هو مش هيكون مقياس اساسي لعيبه تشيلسي. فكفايه على نكونكو كده وبيع على طول. لو انت بتفكر تبيع دوس وبيع وما تستناش. وهنتكلم عن البدلاء بتوعهم كمان، فاستنى تجيب مين مكان كل واحد قلنا انك تبيعه علشان برضه ما تتسوحش. واحد كمان لازم تبيعه وهو اي حد في خط نص مانشستر يونايتد ايا كان هو مين، برونو فرنانديز، جرناتشو، راشفورد، اي حد بيعه. حتى لو عندك زيركسي بيعه الا اماد ديالو. بس خط نص مانشستر يونايتد لا يستحق ان هو يكون موجود اصلا من فريق مانشستر يونايتد كله على بعضه. اي لاعب على الاقل لاعب واحد بس تفكر فيهم وهنتكلم عنهم في اللعيبه اللي تجيبها. ما تخليناش نحرق اي حاجه عشان هموت واحرق دلوقتي، بس انا مش هحرق اي حاجه، انا مستمر لحد فكره تجيب مين وهقول لك تجيب مين بدل اللعيبه اللي انت كرفت لها. واتكنز من استون فيلا كفايه عليه قوي كده، انت صبرت عليه جولتين، الجوله الاولى ما كانش فيت، الجوله الثانيه مش فيت وطلع ونزل مكانه المهاجم رقم 9 اللي ادى بشكل كويس والله. واتكنز اللي ضيع هجمتين بشكل غريب جدا اتكلمنا عنهم في حلقه صياح السبت الممتاز اللي نزلت اول امبارح. ما تنساش بجد بجد ان واتكنز ما اتمرنش اصلا، ما لحقش المعسكر بشكل كويس ومعسكر التحضير للموسم الجديد في البري سيزون، فكل ده مأثر عليه. مارفي من نيوكاسل الراجل اللي خلاص بيرخص، انا بصور دلوقتي بعد ماتش ليفربول وبرنتفورد، الراجل بقت نسبته لحد وقتنا هذا 45%. الصبح بعد الماتش اللي هو بتاع نيوكاسل كانت نسبته كان يعني يا دوبك 4-5 ايام وهيرخص، لكنه دلوقتي خلاص اتقال يعني على اخر الليل وعقبال ما الفيديو يكون نزل اصلا هيكون رخص خلاص. فاللي معاه مارفي اتمنى ان هو يكون باعه قبل ما الفيديو ينزل، لان هو عقبال ما هيكون نزل هيكون سعره نزل اكتر كمان عقبال ما الفيديو ينزل. فلو معاك مارفي بيعه واتكل على الله وما تفكرش كتير. مارفي مش بيأدي بشكل كويس. مارفي طلع في الدقيقة 57 قبل الدقيقة 60 كمان، فما حققش المطلوب خالص وما كانش بيشارك بشكل هجومي على المرمى. الناحية التانية اللي لسه معاك وانساه زي حالاتي برضو الله يكون في عونك، انت محتاج تبيع زربيح لعيبه، وده اللي هنتكلم عنه في حلقه فريق اللي لسه هتنزل كمان يومين 3 قبل الجوله بيومين كده او حاجه. هنتكلم عن كل التفاصيل وكل الافكار اللي انا فكرت فيها وفريق النهائي للجوله. خلينا نخش في تاني فقره سريعا وهي تجيب مين باقناعات ثابته جدا جدا جدا، وهنرغي شويه في الفقره دي كمان. هنبدا بكوانسا اللي لسه معاك كوانسا، هنبدا بخط. لو لسه معاك كوانسا وعايز تبيعه ومحتاج تروح للاعب بنفس البادجت بنفس السعر بتاعه
اللي هو فرنج ال4.5. طبعا مش هنلاقي حد ب4 و4 اساسي، هنشوف فرنج ال4.5. وعندك كمان لو حد ارخص من كده عايز تروح له كمان عشان توفر فلوس، فهقول لك كل ترشيحاتنا. بديل كوانسا هيكون عندك نصير مزراوي، اول لاعب كمان من مانشستر يونايتد، اللعيب اللي خلاص هيبدا يزيد في سعره، الناس كلها رايحه ان هي تشتريه، عمل اسيست الجوله دي وخرج ب4 نقط. نصير مزراوي بيقدم اداء ولا اروع مع مانشستر يونايتد، وكلنا شفنا ده وشفنا كلام كل الناس عليه. طيب لو انت عايز تنزل شويه لتحت نصير مزراوي، ممكن تروح لواحد زي فايس من ليستر سيتي اللي جاب جون ب4 مليون كمان. فحاول تركز مع دفاع ليستر سيتي، هو اي نعم مش هيجيب كلين شيت لكن ممكن يشارك بضربات الراس خلال الفترة اللي جاية، وكده كده هو مكانه الدكة زي ما كان موجود في الجولة الثانية، ومحدش هيعتمد عليه بشكل أساسي لكنه موجود. وعموما مزراوي وأماد ديالو من خط النص، وهو الوحيد اللي ينفع كبديل من مارفي كمان من نيوكاسل، ونكونكو من تشيلسي هو البديل الأمثل والوحيد. الاثنين دول بس اللي انت تقدر تجيبهم من مانشستر يونايتد، غير كده ما ينفعش تجيب أي لاعب تاني من مانشستر يونايتد. ممكن تفكر في دالوت بس حتى ده خيار بعيد جدا، علشان نصير مزراوي احسن منه شويه نوعا ما في المشاركات الهجوميه والدفاعيه، وامن كمان كخيار ان هو يبدا اساسي بشكل اطول. فلو عاوز بديل لنكونكو او مارفي روح للعيبه دي. بادجت ال5 مليون عندك اماد ديالو من مانشستر يونايتد، وروجرز من استون فيلا، وهو اول واحد انا بقترحه في الجولات دي كلها. روجرز خطر جدا على الجول. روجرز من استون فيلا، اي نعم الراجل اول جولتين لعب بشكل كويس لكنه ما كانش موفق زيه زي ايزي، لكن الجولات اللي جايه ماتشاته هتبدا تكون سهله خلاص. فابدا فكر في روجرز وهاته قبل ما سعره يغلى كمان النهارده، وقت ما ينزل الفيديو هتلاقيه غلي هو كمان. فحاول تبيع مارفي قبل ما يرخص وتكسب روجرز بعد ما يغلى، علشان تكون ضربت عصفورين بحجر واحد. سميثرو خيار مناسب جدا من فولهام، الفتره اللي جايه هتبدا دقايقه تزيد، وخصوصا ان ماتشه الجاي هيلاعب ايبسويتش تاون. وماتشات فولهام هجوميا هي مركزه جدا، فريق منظم، فريق بيشارك بشكل هجومي كويس جدا. ففكر في لعيبه فولهام مفيش اي مشكله، هات سميثرو. ممكن تجيب لاعب كمان هنتكلم عنه دلوقتي. تبدا بقى تفكر في خيارات اعلى شويه، واحد زي ماديسون من توتنهام، ماتشه الجاي بس هيكون صعب شويه الماتشين اللي جايين، وبعد كده هيبدا خياره ان هو يكون سهل. بس ماديسون احنا عارفين ماديسون من اقل حاجه ممكن يجيب لك نقط، وقصاد اي فريق ما بيخافش، وعادي جدا بيشارك بهجمات مناسبه جدا. فاللي معاه ماديسون او بيفكر فيه خليه معاك، وهات ماديسون كمان لو انت معاك البادجت وعايز تجيبه. لكن في كمان لاعب ممكن تفكر فيه لجولات جايه لكن مش من الجوله الجايه على طول، وهو ميتوما من برايتون بسعر 6.5 مليون. لو مش معاك فلوس نكونكو على طول او ازيد من نكونكو، هات ميتوما، هو امثل بديل ب6.5 مليون. لكن خليك عارف ان هو الجوله الجايه هيخش في ارسنال، وارسنال خارجه اول جولتين بكلين شيتس، فهيكون صعب جدا ان هم يعملوا حاجه. لكن هجوم برايتون مركز جدا. فخلينا ندخل على اللعيبه الديفرنشال اللي ممكن تفكر فيهم غير الزربيحي اللي احنا اتكلمنا عنهم في خط النص. اول لاعب معانا وهو ممكن تفكر فيه لو معاك بادجت جامده وفلوس كتيره قوي وعاوز تنقل من نكونكو وتروح لنفس اللاعب بنفس الفريق، هو كول بالمر من تشيلسي. ما تعكسش اي لاعب، ما تفكرش في اي لاعب من تشيلسي الا كول بالمر. كول بالمر لو معاك فلوسه ادفعها وانت مرتاح، الراجل مضمون، الراجل هو الوحيد اللي بيشارك من هجوم تشيلسي بشكل كويس، وهو الوحيد اللي مضمون ان هو يلعب بشكل اساسي للفتره الجايه. ولو عايز بقى الديفرنشيال الخطير من السيتي، روح لسافيو وهتبلع احلى خازوق من الاقرع. خلينا نخش على الهجوم ونشوف بدلاء لواتكنز المهاجم اللي عايز يجيب. زي ما اتكلمنا على برايتون وميتوما، عندك ناحيه الثانيه جواو بيدرو وويلبك، الاثنين في نفس الفئه السعريه، ده ب5.5 وده ب5 و6 اللي هو ويلبك طبعا. فاللي عايز يجيبهم هيجيبهم، بس خلي بالك برضو زي ما اتكلمنا ان هم عندهم الماتش اللي جاي ارسنال. هل يقدروا يحققوا؟ يقدروا يحققوا، بس بصراحه انا ما اضمنش حاجه زي كده. تاني لاعب معانا تقدر تفكر فيه بعد برايتون وهو مونيز من فولهام، ماتشه الجاي قصاد ايبسويتش تاون، ده سعره لقطه، وغير كده كمان مهاجم لقطه، وقصاد اضعف فريق بيستقبل اهداف لحد دلوقتي. وبعد ايبسويتش تاون عنده ويست هام كمان اللي دفاعاتهم مش مستقره كمان، وهجوم فولهام المستقر بشكل كويس جدا والمنظم هجوميا يقدر يشارك ويجيب لك نقط مستريح. ولو كل دول مش داخلين دماغك، روح هات كريس وود وسيبه لحد اللونج تيرم، هيجيب لك نقط مهما كان ضيع فرصتين انا مش هنساهم قصاد ساوثهامبتون والحارس اللي بيتنين مجنح. فكريس وود هو الثالث حل تقدر تفكر فيه كبديل لواتكنز. فقره جديده لازم نتكلم عنها في الجوله الثالثه ونصايح الجوله الثالثه، وهي تصبر على مين. عندك 3 لعيبه لازم تصبر عليهم، وهم ايزي من كريستال بالاس. الراجل ضيع فرصه في العارضه الماتش اللي فات والماتش اللي قبله، جاب جون واتلغى، وزي ما اتكلمنا احنا الراجل فعلا مؤثر، وهو الوحيد اللي مؤثر
من كريستال بالاس. ما حدش يقول، لان شفت كذا واحد كاتب ان هو من غير اوليسي ولا حاجه، وهو من غير مش عارف ماتيتا مش مركز ولا حاجه، وهجوم كريستال بالاس. لا، الراجل بيعمل اللي عليه وزياده، فاللي لسه عنده ايزي يخليه ويصبر عليه على الاقل الجوله دي واللي بعدها كمان. اللي معاه لويس هال كمان من نيوكاسل، خلينا نشوف بس هو هيعمل ايه وهيحصل فيه الجوله اللي جايه. الراجل لعب 21 دقيقه وكان قاعد على الدكه ونزل، لسه مش عارفين هو هيشارك بمين، هيعمل ايه، هيشارك ازاي الفتره الجايه، خصوصا بعد طرد شار. يعني تخيل لويس هال بعد طرد شار، احنا قلنا خلاص ان هو يلعب اساسي، لا هو ما لعبش اساسي وشارك من وهو على الدكه، فمش عارفين حتى دي كانت اصابه وهو كان بيريح ونزله متاخر ولا ده ايه. فخلينا نشوف ونستنى ونشوف ايه اللي هيحصل مع لويس هال الجوله اللي جايه. غير كده انا شايف ان لو معاك مونيز زي ما اتكلمنا ما تجيش جنب مونيز، خليه عندك. الراجل برضه سيء الحظ جدا لسه في اول الجولات، زيه زي روجرز زي ايزي، اتقل، والثلاثه دول هيفتحوا فتحه بنت لذينه مش هيقفلوا قفله. خلينا نخش على اخر فقره معانا في حلقه النهارده، وهي تكابتن مين. اول لاعب معانا تكابتنه من الاربع لعيبه مضمون، وهو صلاح قدام مانشستر يونايتد بره ارضه في الاولد ترافورد. وطبعا معروف صلاح بيعمل ايه قصاد مانشستر يونايتد، بره ارضه جوه ارضه على ارض ان شاء الله هيكون فين، في اي ارض في الدنيا هو هيجيب فيهم جول. من ساعه ما كان بيجيب الهاتريك فيهم، وكل ماتش ساعتها لازم يساهم، حتى لو باسيستين باسيست وجول باي حاجه، المهم ان هو هيساهم. تاني لاعب معانا وبعد صلاح وهو اكيد هالاند قصاد ويست هام، بره ارضه برضه ولكن هيشارك بشكل كويس. دفاع ويست هام مش الاحسن، ولكن هالاند طبيعي جدا. هالاند يا جدعان، هالاند. واخيرا لاعبين هم فعلا ممكن تعتقد ان هم ريسك او ديفرنشال، لكن في الاساس هم فعلا مهمين جدا انك تكابتنهم، وفي ناس كتير قوي هتفكر فيهم. مونيز قدام إبسويتش تاون، طبعا عارفين ليه، عشان إبسويتش تاون هو اكتر فريق استلم هجمات من كل النواحي، اكتر فريق واضعف فريق دفاعيا في الفانتزي وفي اللعبه لحد دلوقتي. واخر لاعب معانا وهو بالمر، هيلاعب قصاد كريستال بالاس. نعم كريستال بالاس، وبنتكلم انك تبيع نكونكو، هو فريق صعب، لكنه في الاول وفي الاخر بقى بالمر وسط جماهيره في الستانفورد بريدج. بالمر هو بالمر. واخيرا هنلاقي حد من تشيلسي نبدا ان احنا نفكر نكابتنه بكابتنه مضمونه. كابتن ديفرنشال عندك 3 لعيبه، روجرز قدام ليستر سيتي، وايزاك قدام توتنهام، وجوتا قدام المانشستر يونايتد. اخر حاجه معانا وهو الكابتن مجنون، تقدر تكابتن ايزي قصاد تشيلسي. الراجل ممكن يفتح فتحه ما تقفلش، خصوصا ان دفاعات تشيلسي مش الافضل. بس كده دي كانت حلقتنا وكلامنا البسيط المختصر المفيد اللي تحتاجه لتحضير الجوله الثالثه، واللعيبه اللي انت بتفكر تبيعها، واللعيبه اللي انت بتفكر تسيبها، واللعيبه اللي انت تصبر عليها، وخيارات الكابتنه كلها. ما تنسوش لو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك للفيديو وشير في كل مكان عشان يوصل لكل الناس، وفعل الجرس واعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده، ونوصل لاكبر عدد من المشتركين في اسرع وقت ممكن. اشوفكم في حلقه جديده وحلقه فريق النهائي وافكار النهائيه قبل ما الجوله الثالثه تبتدي، قبل الجوله بيومين يوم الاربعاء والخميس. كان معكم لين من قناه لارا، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.